بدأت بالرأس الشرقي بال 98 وشاركت بحفلات وأعراس عديدة بلبنان والوطن العربي وصولا لفرنسا، لندن، موناكو وقبرص. درست رأس الشرقي بالبحرين لفترة 6 سنين وشاركت بالاستعراض بنهر الفنون تحت إشراف المخرج سيمون أسمر. خلينا نستقبل سوا الفنانة الرائسة إليسار. إليسار. واو 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 واو، ما شاء الله عليك إليسار. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك، تفضلي. واو، مساء الخير إليسار. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. ميرسي، أهلا فيك. شو هالاستعراض الحلو؟ ثانك يو. إليسار خبرينا، كل رائسة شرقية هي بتعمل الكوريغرافي تبعتها، هي بتقرر شو هن الستبس اللي رح تعملوها وبترقص على الغنية اللي بدها اياها، ولا في حدا بيعطيك هالنوع من اللي بيعمل لك الكوريوغرافي بالنهاية للاستعراض اللي رح تقومي فيه؟ أنا ما بحب أمشي على ستبس 1 2 3 لأنه أنا الرقص بجواتي من قلبي طالع. فإذا مشيت على ستبس بحس حالي مؤيدة، ما عم بعطي من قلبي. أكيد بتمرن وعندي أستاذ خاص فيي هو سامي حاج، بس ما بعمل تصميم للرقصة لأنه الميوزك بنوجه له تحية أكيد. حتى بالفيديو كليب او بالفيديو اللي عملتيهم ما بتكون حتى كوريغرافي محضره بتتركيها على بأول فيديو كليب؟ لا، كان في تصميم للرقصة وتنفذت، انما تاني فيديو كليب كان فري دانس. كنت بدي اوصل فكرة انه كل مرأة فيها ترقص، لأنه الرقص كتير بيريح النفسية ومنه صعب، يعني إذا بتحط ستابس بدهم يستصعبوه. فأنا فري دانس كانت فكرة عم بوصلها للنساء اللي عم يحضروا الفيديو كليب. إليسار، أول ما بلشت رقص كيف كان دعم أهلي؟ كانوا موافقين ولا ما كانوا حابين الفكرة كتير؟ أو اول شيء قال لي بيي روحي اتعلمي كفي علمك، اكيد بشجعه انه الواحد يكفي علمه، لان انا بلشت بعمر صغير. باي عمر بلشت؟ كان عمري 14 سنه. واو. فرجعت قلت له بيي
بدك وما بدك انا بدي ارقص. سو تعلمتي وبعدين كفيتي هلا بالرقص. بلشت ارقص وكنت عم بتعلم. باي عمر خلص اخذت المبادره قلت انا بدي اصير راقصه محترفه؟ 14. واو. احترفت دغري. من ورا شو؟ من ورا مين؟ من ورا شي حدا بيرقص بتحبيه؟ كنت تتابعي حدا؟ معلقه بحدا في؟ كنت مجنونة بالراقصة هويدا الهاشم بوقتها، وأنا كنت بحب كتير الرقص الشرقي، وقررت إنه أحترف وما دخلت بأي بروجرام للهواة، دغري فتت من باب واسع يعني. تعرفت على مسيو أسمر وفتت. اللي صار من الآخر مؤخرا شفنا شباب عم بيأدوا الرقص الشرقي، شو تعليقك على الموضوع؟ في كومبيتيسيون يعني انه عم يتعدوا على مهنة مرأة يعني، بيرقصوا حلو وبجننوا، بس انه خلونا المهنة لنا للنساء، لانه هي فيها انوثة كثير الرقص. انا بشجع معك، خلوها للنساء. هن بيرقصوا اصلا بانوثه كثير كمان. انت لازم تتعلم رقص والرقص الشرقي. كثير احسن. لازم الياس يرقص شوي. الياس بترقص انت شرقي؟ شوي بزق لا بس فرجينا. بالكتف بس، بالكتف مش رقص. الياس من الاخر. من الاخر شو من الاول؟ مقطوع نفسه الياس، ما مقطوع قادر نفسي، يحكي. بس بدي اسالك سؤال. تفضل. قد ايه بتحس الفيديو كليب بالرقص بفيد وبيعطي اكسبوجر مثل الغنى يعني؟ ولا لانه هلا صرنا عم نشوف كذا حدا عم يبلشوا يعملوا فيديو كليب رقص، بيعطيك ايمج، بتصير منك بس عم توصل لرواد السهر وللاشخاص اللي عم يطلبوك بالاعراس، بتوصل انه كل العالم كمان. هلا الانترنت بينزل على يوتيوب، بينزل بكذا مطرح، اكسبوجر كبيره ما في شيء. مزبوط، انه لا بشجع انه بيفتح لك مجال اوسع. وانا عندي 2 فيديو كليبس والبوم كامل. وهلا كمان نعم. وهلا ستراك ملك الطبلة قدم لي معزوفة كانت للمرحومة نادية جمال. سميتها حلم إليسار، لأنه أنا من زمان كان حلمي يكون في تعامل مع ستراك، وإذا الله بريد إنه هلا إن شاء الله أقدر صورها. ان شاء الله. ايه اكيد تحيه كثير كبيره له. تحيه كبيره. تحيه كبيره. اليسار، انا بقول لك برافو لكل شيء بتعمليه. برافو لانك محافظه على الرقص الشرقي، على ليفل معين من الرقص الشرقي. بكل روكي قدرت توصلي هيدي الرقصه اللي هي موجوده، وكانوا اجدادنا عفوا يشوفوها على مدى الاجيال. اليوم عم نقدر كمان نقدر نشوفها ونعرفها للجيل الجديد. اليسار انا بقول لك برافو، وهو 2 thumbs up مني لإلك. شكرا كثير لوجودك معنا. ثانك يو اليسار. تابعينا من